السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا تاني. المسألة رقم 3 بيقول لي find the matching between two table. يعني عايز مثلا اللي هو مثلا هنا أحمد والإدج 20. هل في الجدول التاني عندي عاطيني التيبل 1 وتيبل 2؟ تمام. بيقول لي مثلا هنا أحمد، شوف لي الجدول التاني هل في أحمد والإدج 20، وشوف لي محمد مثلا هل في الجدول التاني محمد والايدج 29. تمام. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنشتغل شغلنا طبيعي خالص. هنقوم جايبين هنا ونقوم عاملين فانكشن، هنقوم مسمينا find matching. وهنستدعي الفانكشن دي تحت تلقائيا تتنفذ اول ما نرن البرنامج. تمام. فانا عايز اشوف الماتشنج بتوين التو تيبل. هعمل اول حاجه فور لوب على التيبل الاول. تمام. تيبل 1. تمام. عايز اقارن بين الجدول الاول والجدول التاني. تمام. فانا عشان اقارن مثلا احمد بمحمد واحمد وفيصل، عشان اقارن احمد بكل دول لازم اعمل 2 فور لوب، وعشان اقارن محمد بكل دول هكذا لازم اعمل 2 لوب يمشي على الجدولين. نعمل هنا فور لوب تاني، هنسميه جي وهنسميه تيبل 2. هنا هنيجي هنقوم عاملين اف تيبل 1 دوت اي تيبل 1 دوت نيم بيساوي تيبل 2 دوت نيم. المفروض هنا تيبل 1 اي دوت نيم تيبل اي، وكمان تيبل 1 دوت اي دوت ايدج بيساوي تيبل 2 اي دوت ايدج. لو لقى احمد من هنا بيماتش مع الجدول التاني مع اي اسم من الجدول التاني، هتقوم قايل له اطبع لوج تيبل 1 دوت ار. تعالوا نشوف كده هيطبع لنا ايه. ما طبعش حاجه. تمام. يبقى في حاجه غلط. تيبل 1 دوت اي تيبل 2 دوت جي. تمام. تيبل 1 دوت تيبل 2 دوت جي. رن الكود. طبعا لي فعلا احمد ومحمد هما اللي عاملين ماتشنج. احمد ومحمد هما اللي ماتشنج في الجدولين. طبعا الاوبجكت بتاعه. وبكده نكون خلصنا المسألة الثالثة في البروبلم سولفينج بأوبتيمال سوليوشن.